السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنحضر غدا سهل وسريع ولذيذ، وسموه بقى غدا المستعجلين، غدا المكسلين، بس هو غدا سريع جدا وفي نفس الوقت حلو قوي ولذيذ جدا. يلا بينا نشوف هنحضره ازاي. اول حاجة عندي نص كيلو من صدور البانيه. تمام، حطيت عليهم حطيت عليهم نص ربطة من البقدونس، من البقدونس مش من الكزبرة. البقدونس البقدونس الخضرة. وحطيت عليهم بصلاية وسط كده متقطعة، وحطيت عليهم معلقتين كبار من البقسماط. والتوابل بقى الملح والفلفل دول اساسي. كل البهارات اللي تانية اللي انا هحطها دي معاكي اختياري، ممكن تحطيها وممكن تستبدليها باي نوع بهار انتي بتحبيه. تمام. انا حطيت ملح معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الثوم البودره، ومعلقه صغيره من البصل البودره، ونص معلقه من البهارات، من السبع بهارات. كل البهارات دي اختياري، ممكن انتي تستبدليها باي نوع بهار انتي بتحبيه. تمام. يبقى الوصفه بتاعتنا نص كيلو من صدور البانيه، عليها بصلايه كبيره متقطعه، ونص ربطة بقدونس، ومعلقتين كبار من البقسماط، وملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وسبع بهارات وتوم بودرة وبصل بودرة. تمام كده. هخلط بقى كل الكلام ده مع بعضه حلو قوي 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 في الكبة. كل الحاجات دي احنا حاطينها سليمة زي ما هي، البقدونس والبصل والفراخ حاطينهم زي ما هم سلام مع التوابل. هخلط بقى كل الكلام ده مع بعضه حلو قوي 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 في الكبة، لحد ما يتحول معايا لعجينة كده متماسكة كلها كده في بعضها، زي ما هتشوفوها دلوقتي معايا. بس اول ما توصل بقى للشكل والقوام اللي انتوا شايفينه دوت، خلاص كده تبقى جاهزة معانا. هندخلها بس التلاجة نص ساعة، وبعد كده نرجع نشكلها ونشوف هنعملها ازاي. دي كفتة فراخ يا بنات، بس كفتة فراخ بجد بجد خطيرة. ممكن تعمليها بكذا طريقة، ممكن تعمليها بالصلصة، وممكن تعمليها مشوية، وممكن تعمليها مقلية، وممكن تعمليها بكذا طريقة انتي حباها. يعني احنا عملنا الاساس، عملنا الكفتة اهي، ممكن بقى انت تعمليها بمليون طريقة زي ما قلتلك. دخلتها بقى التلاجة، هتقعد نص ساعة بس في التلاجة، وعلى ايه ما تقعد نص ساعة كده هكون حضرت شوية حاجات. هعمل الاول الصلصة بتاعة المكرونة. طبعا طالما في كفتة يبقى لازم نعمل مكرونة بالصلصة جنبها. حطيت شوية كده من الزيت، حوالي 3 معالق كده من الزيت او ربع كوباية زيت، اقل كمان من ربع كوباية. ونزلت بقى بالتوابل اللي هي عبارة عن ملح وشطة وكمون وكزبرة وفلفل اسود، البهارات الاساسية. بس انا بحب احط البهارات الاول في صلصة المكرونة بالزيت، بحب احط البهارات الاول في الزيت يتشوحوا كده مع التوم قبل ما احط عليهم عصير الطماطم. بحس ان هي بتبقى احسن بكتير، والتوابل بتبقى التست بتاعها عالي شوية عن ان انا احط التوابل بعد ما الصلصة تتسبك. فاهميني؟ بس هنزل بقى بعصير الطماطم كده، ده نص كيلو من عصير الطماطم الفريش. ضربته بقى في الخلاط كده ونزلت بيه على طول. هسيبها بقى تتسبك براحتها خالص، مش هاجي جنبها تاني لحد ما تتسبك. وبعد بقى نص ساعة هنجيب بقى كده الكفتة بتاعتنا. دي الصينية اللي احنا هنصبع عليها الكفتة. اديتها كده شوية كده من دهن كده زيت عشان خاطر الكفتة متلزقش فيها. وانا برضو يعني حاطه شويه زيت في طبق كده جنبي، وما بين كل كام واحده وواحده بدهن ايدي كده من الزيت، عشان الكفته وانا بصبعها تكون سلسه معايا كده وما تمسكش في ايدي. تمام، زي ما يكون بتعملي كفته برز بالظبط، يعني زي ما يكون بتصبعي كفته برز بالظبط كده، بتدهني ايدك زيت عشان ما تمسكش فيها. دي نفس الفكره تقريبا، يعني برضو هتدهني ايدك كده شويه من الزيت وانتي بتصبعيها. بس بقى بتعملي حجم الصباع اللي انتي عاوزاه، عايزه تكبري عن كده تصغري عن كده، ده في ايدك. تمام. بس انا بالنسبه لي الصباع دوت مظبوط قوي، ولا هو كبير ولا هو صغير، حجمه مناسب جدا.
بتتصبع بمنتهى السهولة، وطعمها بقى ما اقولكوش، انتوا لما تجربوها بجد هتدمنوها، سواء عملتوها في صلصة او عملتوها مقلية او عملتوها مشوية، اي طريقة هتعملوها بيها هتبقى حلوة قوي. ولو عايزين افكار من الكفتة دي ان انا اعملها لكم قوليلي برضو في الكومنتات وانا هعملها لكم ان شاء الله وهرد عليكم. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي، وممكن تعمليها سواء يعني لو هتقليها او هتشويها او هتعمليها بصلصة، ممكن ان انتي تعملي كمية كبيرة وتخزنيها في الفريزر، هتقعد معاكي بالشهرين 3 ما يجرلهاش اي حاجة، حلوة جدا وبتعيش. كده بقى خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة، انا عشان هعملها مقلية فهعمل الكمية كلها مقلية، يعني هعمل الخليط بتاع الكمية كلها، مش هشيل منها مشوي ولا بصلصة خالص. تمام. لو هتعمليها بصلصة طبعا الصباع هيبقى ارفع من كده واقصر من كده، او ممكن تعمليها كور لو انت هتعمليها بصلصة، ولو هتعمليها مشوية طبعا الصباع هيبقى اطول واتخن من كده شوية. فدي حاجة انت اللي هتحدديها بقى حسب النوع اللي انت هتعملي بيه الكفتة دي. تمام. انا جبت كده شوية من الدقيق وجبت طبق حطيت فيه بيضتين وعليهم شوية لبن وملح وفلفل اسود ربيتهم مع بعض ودقيق وبقسماط. تمام. اول حاجة هنزل بالكمية كلها في الدقيق مرة واحدة بس عشان متاخدش معايا وقت، هنزل بالكمية كلها في الدقيق مرة واحدة، وبعد كده هروح نازلة بيها في البيض باللبن وبعد كده في البقسماط. بس هاخدها بقى كده من البيض باللبن واروح حطها في البقسماط على طول. في الخطوة دي بقى ممكن تفرزيها على كده في الفريزر، هتقعد معاكي شهرين 3 ما يجرالهاش اي حاجة، تطلعيها تقليها على طول مع شوية بطاطس محمرة كده، شوية سلطة وشوية مكرونة. غدا مفيش اسهل ولا اسرع من كده ولا اطعم والذ من كده، مش هياخد معاكي اصلا نص ساعة. ما تسرحوش مني كده وصلوا على النبي. كده بقى كنت خلصت الكمية كلها، طبعا الكمية دي كتير علينا جدا، فايه شلت كده منها، يعني عملت صفين كده بين كل صف وصف، حطيت كيس عشان خاطر ما يمسكوش في بعض، وهدخلها بقى الفريزر وهخلي الحبة اللي احنا هنعملهم بس هيقعدوا بقى معايا في الفريزر زي ما قلت كده شهرين 3. كنت سلقت برضو مكرونة، بس مش عارفة الحتة دي ما اتصورتش ليه، بس عادي يعني شوية مية وملح وسلقت فيهم المكرونة وخلاص. نزلت بقى عليها كده بالصلصة بعد ما اتسبكت وهقلبهم مع بعض واسيبهم على النار كده يتشربوا مع بعض دقيقتين 3 على النار كده، يسخنوا مع بعض كده والصلصة والمكرونة يشربوا من بعض وخلاص كده. حطيت بقى طاسة على النار، هبتدي بقى ان انا احمر فيها الفراخ او الكفتة بتاعتنا، كفتة الفراخ. ممكن برضو لو حابة تحشيها من جوه جبنة هتفرديها كده وتحشيها جبنة وتروحي قافلة عليها، برضو هتبقى حلوة قوي وهتديكي مطة لذيذة جدا. هبقى اعملها معاكم برضو في مرة ان شاء الله. مش بحب اول ما احطها اقلبها على طول او احط فيها معلقه او اي حاجه، عشان خاطر ايه بتبقى لسه طريه قوي فعشان ما تتكسرش معايا، فبهز بقى الطاسه كده شويه واول ما تمسك نفسها بروح ايه قلبها براحتي بقى زي ما انا عايزه. هي مش هتفك تماما معاكي حتى لو قلبتيها او ما حطيتيها، بس الافضل ان انت تسيبيها لحد ما تاخد لون من تحت بعد كده تروح قلبها على الناحيه التانية. بس اول ما تاخد بقى معاكي اللون الذهبي الخطير دوت كده خرجيها كليها بقى مع شوية كاتشب بقى، صوص جبنة، حاجة كده هتوديكي في حتة تانية خالص كتر ما هي حلوة. ودي بطاطس احنا مفرزينها، البطاطس دي مش جايبينها من بره، لا البطاطس دي مفرزينها في الفريزر، لو عايزين طريقتها برضو قولولي وان شاء الله نعملها مع بعض. حلوة جدا 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 بجد، وما بتاخدش وقت خالص في التحمير وما بتشربش زيت، ولونها زي ما انتوا شايفينه كده. والمكرونة هي خلاص خلصت معانا،
وكفتة الفراخ برضو خلاص تمام، شوية كاتشب كده بقى معاها، وقلبها من جوه مستوي وخطيرة وريحتها كانت بجد تحفة. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا شير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.